ايه ده؟ انت بقالك قد ايه ماسك موبايلك؟ طب خدت بالك قبل كده انك تفتح موبايلك دقيقه تدور على حاجه وفجاه تلاقي نفسك قاعد عليه بالساعات؟ يعني بتكون داخل تدور على حاجه بسيطه وفجاه تلاقي نفسك تايه في حفره من الكوميكس والفيديوهات والشورتس. احب اقول لك ان الموضوع مش صدفه، الموبايل اصلا معمول علشان يشدك بالشكل ده، يعني كل سكرول وكل اشعار وكل فيديو جديد بتشوفه بيديك جرعه دوبامين يخليك عايز تكمل اكتر واكتر. وده مش بس بيضيع وقتك، ده كمان بيغير طريقه تفكيرك وبيقلل تركيزك وبيخليك تنسى كل حاجه بسرعه. ده غير انه دايما بيخليك تحس ان دماغك مشغوله حتى لو ما وراكش اي حاجه. والمصيبه مش بس في ادمانه، ده كمان بيفصلك عن الناس اللي حواليك. يعني كم مره مثلا كنت قاعد مع حد من اهلك ولا حد من صحابك وكل واحد فيكم منتبه لكلام التاني؟ الدراسات بتقول ان متوسط استخدام الشخص لموبايله حوالي 100 مره في اليوم. طب والحل بقى؟ مفيش حاجه اسمها تبطل الموبايل خالص، بس تقدر تتحكم فيه وتتحكم في نفسك. جرب تقلل وقت الموبايل وحدد وقت معين تستخدم فيه السوشيال ميديا، وابدا بفترات كده حددها لنفسك تعمل فيها حاجه مفيده ليك، وده لو قدرت يعني. سلام.